حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة إن شاء الله وصفتنا هنعمل فيها بسكوت الكوكيز بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ويطلع معانا طعمها جامد جدا. تابعوني عشان نعرف ازاي نعمل مع بعض بطريقة ناجحة جدا هتخلينا نبطل نشتريه من بره. هنبتدي نحضر المضرب الكهربائي، وممكن نستخدم برضو المضرب اليدوي عادي، وننزل بحوالي كوباية الا ربع من الزبدة، عليهم كوباية الا ربع من السكر بودرة، ونبتدي نضربهم كويس جدا لحد ما الخليط كله يبقى كريمي معانا. بعد كده ننزل عليهم بحوالي 4 معالق كبار من الزيت، نبتدي نضرب الخليط كويس جدا. بعد كده ننزل ببيضايه ونضرب الخليط لحد ما يصبح كريمي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده ننزل عليه بنص معلقه صغيره من الفانيليا، ونقلب الخليط كله مع بعضه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وهنا بننزل على الخليط بتاعنا بكوبايتين من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من لبن البودرة، ونقلب الخليط كويس. بعد كده بننزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلب الخليط كويس جدا لحد ما يبقى شكله كريمي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنا بنبتدي نقسم الخليط هنا لجزئين، بناخد جزء ننزل عليه بنص كوباية من الدقيق عشان يبقى هنا الكوكيز الفاتح، ونقلب العجينة كويس جدا في الدقيق لحد ما تلم معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده ننزل عليها بقطعة من الشوكولاتة، وممكن هنا نستخدم قطع الشوكولاتة الخام او شوكولات شيبس لو متاح عند حضراتكم. وهنا العجينة بتاعتنا بقت جاهزة، بنبتدي ناخد بقية الخليط وننزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو، ونلم العجينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ولو حسينا انها محتاجة دقيق بننزل عليها بمعلقة كبيرة من الدقيق لحد ما العجينة تلم وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بجد عجينة ناجحة جدا وطعمها حلو جدا. بعد كده بندخلهم التلاجة حوالي نص ساعة. وهنا بعد ما طلعوا من التلاجة والعجينة كانت ما شاء الله حلوة جدا، نبتدي نحضر قطع الشوكولاتة. وانا هنا مستخدمة الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الغامقة. ممكن زي ما بقول لحضراتكم نستخدم شوكولات شيبس. نبتدي هنا ناخد جزء من العجينة وبنعمل اي مقاس، انا عاملاها زي ما حضراتكم شايفين حجمها صغير. نبتدي نحط قطع الشوكولاتة، نبتدي نرصها في الصينية عندنا، ونكون قبلها مشغلين الفرن قبل ما نحضر بحوالي دقيقتين عشان يدوبك نجهز الخليط عندنا ونرصه كويس. بعد كده ندخله الفرن. وهنا بنخلص بقية الكمية كلها اللي معانا بنفس الطريقة. بعد كده بندخلهم الفرن. هنا ما بتاخدش وقت كتير في السوا، يدوبك 10 دقايق على درجة حرارة متوسطة. بجد بيطلع معانا طعمه جامد جدا وشكله كمان اجمل. ان شاء الله ياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه، وبألف هنا وصحة على قلبكم.